يلعب كرة نقلات بين عناصر فريق العروبة مقطوعة سريعة لكن إلى رمى جانبية عبد الرحمن إلى كونر يعرض كرة لكن تتخلص ويكسب معها ركن ولد من اليمين بين كرة عند كونر يحاول يمر فيها كونر أجواء جميلة بوجود الجمهور الكبير والكرة تصل إلى ركنية حضرت نتيجة التعادل في دوري الدرجة الثانية في عام 2015 ثم انتصار للجبلين أيضا في ذلك الوقت في دوري المحترفين كانوا وقدموا موسم جميل جدا وتعاقدات يقدم الجبلين أصبحت المحافظة أكبر بوجود ريان الحج والانطلاقة في مصلحة العين 5 لاعبين في منطقة الجزاء وهنا تتحول والراسية لاعب المنتخب السعودي تحت 23 سنة يلعب الكرة لمصلحة سليماني اسكاندي في الكرة الماضية وهنا مرتدة جابر عيسى يلعب الكرة كرات اللعب لسالم الدوسري سالم ثم محاولة لمنطقة الجزاء ربما بانتظار العرضية حاضرة لكن كرة لخارج أرضية الميلان على نهاية الزمن الأصلي من هذه المواجهة الكرة وصلت الآن الكريم الماضية لخارج أرضية الميدان ياسين يتقدم أحمد يتقدم عرضية لكن الكرة مستخلصة يدخل في الجهة اليسرى ثالث التبديلات في كان المساعد مع نادي الفتح وحقق معه بطولة الدوري في عام 2012 2013 متتاليين من امام هنجر ومن امام الفيصلي الذي انتصر عليه العين في الجولة الماضية بهدفين مقابل شيء في هذه المباراة يلعب من امام طويلة جدا راسية من نيلسون فرناندو وصلت للمزاعل عبد الكريم في وسط الميدان عبد الكريم مزاعل يعود احد الفرق الواصلة في الدوري الموسم القادم الذي كل موسم بعد موسم يكون هذا الدوري اقوى من الموسم الذي قبله ايضا وهنالك اسماء كبيره جدا حضرت في هذا الكره ايضا محمد الرايح يقود هجمه عبد الكريم المزاعل في الجهه اليمنى عبد الكريم منطقه الجزاء الخطوره لم تستبعد حتى الان ما زالت قائمه لكنها ربما ستكون مرتد لا تزال مصلحة الجبلين كرة مقبولة نزلت العرضية المزيع للاعب البديل وأيضا كذلك ألا يشكل خطورة الجبلين لكن بس زالت قائمة إلى الأمام بحثا عن الرأسية الآن الكرة لمصلحة لوكاس يلعب الكرة بشكل سريع هنا المرتدة إلى وسط الميدان هجوميا في الأوقات القليلة الماضية لكن هذا التحرر هل يزيد؟ فرصة اعتدال عند روبن يعني كونر مقطوعة من أمام روبن كرة عند هشام الدبيس او حتى مدرب الجبلين كرة ملعوبة الان الى الجهة اليمنى انطلاقة سريعة ملعوبة من عبد الكريم من العين عفوا لاعبا للجبلين قبل 3 مواسم عزوز الفرص حاضرة والوصول إلى المرمى حاضرة من جانب الفريقين لكن الأهداف غير أيمن نيلسون فرناندو راضي يوسف آل زريع جابر عيسى عبد العزيز الشريد هذه مر فيها من خلالها زاعل سليمان السعيد عبد الكريم زاعل يلعب الكرة الله على التمرير الله على مقابل
شيء. كرة ملعوبة لهشام البيس إلى عبد الكريم المزاعل، يلعب الكرة عرضية لكنها سهلة وصلت لحارس المرمى من عمر هذا اللقاء. لكن حتى الآن الجبلين في وسط الميدان وخط الظهر أيضا قادرين على إلى مفيد يلعب كرة خطيرة بين أقدام المدافع الأحدي، عرضية وفرصة لك. تنفذ سريعا ناصر على الجهة اليمنى، محاولة الآن نقله وفي ضغوط، لا زالت في الخطوط من أمام الجميع ولا زالت الكرة إلى الملاعب وراسية مباشرة بكل تأكيد. 5 انتصارات للجبلين و4 انتصارات لجدة. قدم إلى مهند النجعي إلى عبد الكريم مزاعل، البحث عن العرضية هنا على الكرة ولكن الكرة مفتكة.